السلام عليكم أصدقائي وأعزائي المشاهدين. اليوم راح نحكي قصة بعنوان حطاب الخير. اكو يوم من الايام كان شخص يشتغل بالحطب ويستجمعه ويروح للغابة حتى على مود ياخذ من عنده ويوزعه على الناس، يعني يسترزق من عنده مصدر رزقه. فبيوم من الايام سمع اكو صوت مثل البكي او يعني صوت محزن او مؤلم. فراح المصدر هذا الصوت لقاه دا يطلع من كهف من شجرة، يعني هذا الصوت. فراح ويا ما وصل عليه لقى انه اكو فطير واقع من العش ماته وشوية متألم وصار عنده جروح ودا يتألم ودا يتوجع. فأخذ البيته، ويا ما أخذ البيته رأسا اعتنى بي. وهذا كان هو عصفور صغير، يعني طير صغير، واعتنى بي وكبره وهاي ورجع المكانة. فويا ما رجعه بيوم من الأيام شاف انه جميع الطيور تحوم داير مداير بيته وتزقزق له، كأنما شلون يعني دا تشكره او دا تغرد له يعني على الجميل اللي سواه. انه شلون بارا ابنهم الطائر الصغير مالتهم، فجو يهتفوله. وجدا هذا يعني الشخص الحطاب الخير شعر بالسعادة، وعرف من خلال فعله هذا عرف انه شلون مساعدة الآخرين انه شلون بيها معنى وفد غاية جميلة وتفيد المجتمع وتفيد الإنسان نفسه وتعزز من معنوياته وترفع من شأنه بالمجتمع وتحببه وتنطيله مكانه. فعرف من خلال فعله هذا انه مساعدة الآخرين شيء جميل ويخلي الإنسان يشعر بالسعادة، فلهذا السبب هو شعر بالسعادة. أصدقائي وأعزائي المشاهدين، إلى حد هنا تنتهي هاي القصة، قصة حطاب الخير. وإذا عجبتكم هاي القصة شاركوها ويا الأهل ويا الأقرباء ويا الأصدقاء، وشيروا هاي القصة في كل مكان. ولا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس وتدوسوا لايك، وانتظروني في حلقة أخرى مع قصة أخرى. وشكرا لكم وإلى اللقاء.